الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، متابعين الأعزاء، متابعي قناة مفتاح السكينة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن أيها الأحباب الكرام في بدايات هذا الشهر المبارك الكريم، شهر شعبان، لا بد أن نقف وقفات مع فضائل خصائص هذا الشهر المبارك الكريم. نعم أحبتي في الله، إن شهر شعبان شهر له مكانة سامية ومنزلة رفيعة من بين الشهور كلها، وذلك لما يتميز به هذا الشهر الكريم من مزيد الفضائل والمكرمات، وما يشتمل عليه من الخيرات والبركات، وما يصاحبه من النفحات الإيمانية، ويختص به من تشعب سبل الحسنات العظيمة. أحبتي في الله، إن من تميز شهر شعبان موقعه من بين الشهور، فهو محاط بشهرين جليلين عظيمين، شهر رجب الحرام وشهر رمضان المبارك. فحصل لهذا الشهر هذا الشرف العظيم بهذه المجاورة. وأخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الشهر شهر يغفل الناس عن فضائله وينشغلون عن اغتنام أوقاته، حيث كان صلى الله عليه وسلم دائما يقول عند دخول هذا الشهر، يقول: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. ولذلك لما كان هذا الشهر شهر الغفلة، فقد قال أهل العلم بأن العبادة يعظم ثوابها إذا قام بها العبد في زمن الغفلة. ولذلك كانت الصلاة في جوف الليل حين ينام الناس أفضل الصلوات بعد صلاة الفريضة. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضائل اغتنام أوقات هذا الشهر، فكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في اغتنام أوقات شهر شعبان، ويكثر فيه خاصة من عبادة الصيام، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا. واعتبر العلماء والصلحاء شهر رجب ومعه شهر شعبان، يعتبروا هذين الشهرين بأنهما من الأشهر التي ينبغي للمسلم أن يستعد منها لرمضان، أن لا يكون المؤمن
من الغافلين عن فضائل شهر رجب وشهر شعبان، وإنما عليه أن يكون من المتهيئين في شهر رجب وفي شهر شعبان. لماذا؟ حتى يجد شهر القرآن وشهر رمضان، حتى يجد المؤمن على أتم الأهبة، وحتى يجده في استعداد تام للدخول لشهر رمضان، وهو على هذه الحالة من التهيؤ والاستعداد للإقبال على الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان. إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكان لا بد من أن يكون هناك استعداد قبلي، الاستعداد جسديا وروحيا. إذا أراد المؤمن أن يكون من الفائزين، إذا أراد المسلم أن يكون من المقبولين في شهر رمضان، فلا بد له من أن يستعد جسديا، أن يدرب جسده على الصيام، أن يدرب نفسه وروحه على العبادة والطاعة والتوبة والإنابة، ليدخل لرمضان بنفس مطمئنة، بنفس تقبل على الله سبحانه وتعالى. فالسلف الصالح كما قلت كانوا يعتبرون رجب ومعه شعبان هي الأشهر للاستعداد، فكانوا يقولون رجب شهر الزرع، وشعبان بمثابة شهر لسقي هذا الزرع، ورمضان هو شهر للحصاد، لحصاد ذلك الزرع التي زرعه المؤمن في شهر رجب وسقاه في شهر شعبان. فلذلك من زرع شيئا في شهر رجب واعتنى به في شهر شعبان، فلا شك بأنه سيكون ممن يحصلون الحصيلة والغلة والثمرة في شهر رمضان. فلا بد لنا أحبتي في الله من أن نستعد لرمضان من الآن في شعبان، بل قبل ذلك في رجب. فاللهم يا ربي بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.